الساكنة تشرب الخنز 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 بسم الله الرحمن الرحيم. المهم حنا راه ماشي لحقنا وخرجنا لان ضرينا بزاف. هذه المساله ديال الماء راه قتلاتنا، راه يعني الوليدات عندنا حنا راه حتى الفلوس ديما شري كاينين الناس اللي كيمشيو يمشيو للحريز. اذا قالوا لنا هذا المزين علاش هاد الناس كيمشيو للحريز؟ علاش الناس كيضربوا عشرات الكيلومترات باش يجيبوا الماء نقي لوليداتهم؟ يعني راه الله يجازيكم بخير. هذه راه مساله اللي هي كتهم الجميع، كتهم الصحه ديال المواطن قبل التشغيل، قبل هذه، قبل اي حاجه. مجتمع مساله ديال الصحه هو ان راه الماء خصو يكون نقي. هذا هو اللي يمكن لي نقول، لان واحد غيور على هذه البلاد هذه وحتى على نفسي، وكنخاف على صحتي وعلى صحه وليداتي وعلى صحه المجتمع. وشكرا. اللي خصك تطلع به هو الماء اللي يمكن لك تشربه، هذا ما تقدرش تشربه اذا ما صالحش حتى الوضوء. انا بغيت نزيد واحد النقطه، هو ان في 2009 حتى جينا في هذا المكان هذا في لا بروميير سومين ديال لو موا دو ماي على الماء. كان مشكل، وقع لواحد الاستاذ كان مشى صغرين وهو ناعس، وقع ليه بروبليم في المصار ديالو. لا بروميير سومين جينا حنا نكونوا 150 واحد، والقصبه ديال توريس تلوح البرا ما تطيحش، طيح البرا ما تطيحش بالنشاط والسطيح والرديح اللي كاين في القصبه. وهنا كنا حنا 150 واحد. هاد الناس ما عرفش اشنو كيشربوا. الا كيشربوا هاد الناس الساكنه الورزازات الا كتشرب سيدي حنا نحتجوا، راه حنا كنشربوا الماء ديال الروبيني، راه حنا مساكين، حنا الماء ديال الروبيني هو اللي كنشربوا. وحنا كنطلبوا من هذا المنبر هذا هو ان الماء خصو يتصلح. حنا الهم الشغل الوحيد ديالنا هو ان الماء خصو يتصلح. وشكرا. كان كيشكي باش تساهل في الحقوق خاصة حق شرب الماء الصالح الذي تعاني منه ورزازات ماشي سكواش ماشي شين. الوغ سكرني حشمين كان الدعوات اللي حملها على الفيسبوك راه خدعنا كلشي دغيا نفدوش كي حتى كي باش توصل خصوطينو اشكو دغيا السودا وريس تفرح. نتمنى ان شاء الله يكون واحد اتيليه الاستجابه دغيا اللي هي الحل النهائي. اشكو مضران بزاف. وشكرا. السلام عليكم. كنحيي يعني بحراره هاد الناس المناضلين الشرفاء، لانهم لم ياتوا لشيء الا للمطالبه بحقهم في الماء الصالح للشرب، اللي هو حق مشروع ومن حق اي واحد يطالب به. يعني ماشي شي حاجه شي مطلب اللي هو كبير ولا امبوسيبل، يعني حيت اولا كنجيبوها في صحتنا وفي صالحنا هذا المطلب. كنحيي يعني رغم الحضور القليل لهاد الاخوان المناضلين، الا انه يعني كيعطينا واحد الصوره على انه باقي الناس اللي عندهم مبادئ وما كيسكتوش على حقهم. وكنحييهم مره اخرى. يعني اوجه نداء للساكنه، والله الا هذا الشيء راه عيب وحرام، اقسم بالله لا عيب وحرام، لانه تتخلص في كل شهر 3000 4000 5000 6000 وما تشرب من ذاك الماء ما والو. وفي الاخر تجي في الفيسبوك تتغوت، ولكن ملي تنجيو على ارض الواقع تلقاو خمسه الناس اللي عندهم. يعني المطلب ديالنا هو اننا راه باين هو تحسين جوده المياه وسميتو، وتكون تا يعني ما يكونش غالة في الفواتير ديال المياه. يعني هذا الشيء علاش جينا، وكنتمناو يعني تفاعل معنا سميتو الساكنه وتخرج، لانه هذا الشيء راه مطلب عادي ومن حق اي واحد. ولنا يعني تجربه وخبره في اهل طنجه واهل مراكش في سيدي يوسف بن علي واهل اكادير في القليعه شنو داروا على قبل المياه الصالحه للشرب. انا اعتقد راه تيلزم كل شيء ومن حق كل شيء، ما فيه حتى اشكاليه. طالب به وتحياتي وشكرا للمواطنين. السلام عليكم. بالنسبه لهذا المشكل ديال هذا الماء الملوث اللي كيشربوه الناس ديال الوزازات، راه حشومه، هذا الشيء راه عار. وكنخبركم انني حضرت انا ومشيت انا سقيت الماء خارج الوزازات في البيار،
اللي حتى هما ما مضمونينش على المستوى ديال ليجيان، والالاف ديال الورزازيين ما كيشربوش الماء ديال الروبيني، وهذا الامر خطير وضروري من حل مستعجل. وراه كاين مشروع ديال تيوين، رابط ورزازات بالماء ديال تيوين اللي البراج ديالو ما ملوت، انا قمت بزياره ليه ما ملوت ما والو، وهذا المشروع الى حدود الساعه معطل، وحتى لا سوميسيون ديال القواس باش يجيو هنايا باقي ما تلونساش، وهذا امر خطير واستهتار بالحقوق الاساسيه ديال المواطن ديال الورزازات. وهذا الشيء الناس راه ما غاديش يسكتوا عليه، راه خص حل، ماشي غير يتعالجوا ويجيبوا لنا الماء ديال تيوين، هذا هو الحل الجذري. ما يعالجوا يديروا لي برودوي شيميك باش يغيروا المذاق، وهذا هذا ماشي حل. خص الورزازات تلقى ليه حل، خاصه انها مرتبطه بالاطلس الكبير وتيشكى فيه ثلج وفيه المياه، جو الفرشه المائيه غنيه جدا، ماشي زعما حنا في منطقه صحراويه في زاكوره ولا اللي فيه الماء قليل، ولا هذه منطقه محاذيه للاطلس الكبير، وبامكان الدوله الى عندها اراده سياسيه والمنتخبين والمسؤولين راه الى عندهم اراده راه غادي يلقاو الحل. سينو راه المجتمع المدني والجماهير ديال الورزازات راه غادي تصدى له، غتصدى لهذا الحيف هذا، وموعدنا الانتخابات ان شاء الله. راه المواطن الورزازي ممكن يقول الكلمه ديالو، اما يقاطع اما يدير اي حاجه. وتحيه لكم وشكرا للاعلام الحر والنزيه. كلشي وليداتنا كيعانيو في مصر، اللي كلينا راه كنمرضوا بها بسبب الموت. كلشي وليداتنا مرضى سيدي، كلشي وليداتنا، كلشي اللي سولتي المصران ديالو مريض، حتى واحد ما المصران ديالو صحيح في هاد الورزازات، كلشي كنعانيو من المصران. تضامنوا مع الساكنه ديال ورزات، حنا شباب ولاد المنطقه وغنتضامنوا مع ساكنه ورزات في مطالبهم وفي حقوقهم المشروعه. وفي هذا الاطار فنحن كمجلس محلي الشباب مع تشكيل اي لجنه، وغندخل معكم في اي تنسيقيه، ولكن في اطار افعال جريئه وليس التنظير عبر صفحات المجهوله في الفيسبوك. نحن مع الافعال الميدانيه. نتمنى وراسلنا واعطينا واحد البيان لمجموعه من الصفحات الوطنيه والجرائد الالكترونيه ديال المجلس المحلي للشباب بمدينه ورزات، يطالب المسؤولين السياسيين سواء كانوا كمعارضه وكاغلبيه. حنا ما عندناش مزايدات سياسيه، حنا بنا هذا الملف يستعجل بالحل ديالو، وما نحن لسنا مع طرف الاغلبي ولا مع طرف المعارضه، حنا مع الهموم ديال ساكنه ورزات. كما ان هذا الملف كنتمنى من جميع الفئات والشرائح ديال مدينه ورزات ان لا يتم الركوب عليه، سواء من طرف فئات نقابيه واسطر عليها التي ربما شبه منعدمه في هذا الاطار، او اطراف سياسيه او اطراف جمعويه. نحن شريحه ديال الشباب وديال النساء والفتيات والشيوخ نريد المطلب ديالنا وهو ايجاد حل لهذا الماء هذا، الرداء ديالو الكل يجمع بانه ماء بين قوسين خانز وغير صحي. هذا الماء غير صحي، وهذا مطلب من اجل المطالب الاخرى اللي مجلس محلي الشباب غادي يتعاون معكم. على سبيل المثال ترافع المشكل البطاله، اقليم ورزات من الاقاليم التي تحتل الصداره على مستوى نسب البطاله، والجديد ان شاء الله قريب. والسلام عليكم ورحمه الله. لا الماء اللي تتصرف في الروبيني، لا الفواتير الغاليه اللي تجي للساكنه ديال ورزازات. الساكنه ديال ورزازات راه ما نساتش باللي كان 3 شهور مجموعه عليها في الورقه ديال الماء، خلصاتها ولا 6 شهور. 6 شهور، وكاين اللي خلص 70، كاين اللي خلص 100، كاين اللي خلص 60، كاين اللي جا تيبكي عليهم ما رحموش. اذا حتى حنا الحاجه اللي غادي نخلصوها خاص تكون ذو جوده. اليوم حنا هنا باش نقولوا لا الماء اللي تيتصرف، لا الماء اللي تيتصرف في الواد الحار في الروبينيات، لانه ما تيصلح لحتى شي حاجه عشناك انك تشربوا. دابا الناس ديال طارميك ككل مازالين تيمشيو، دريه صغيره هازه 2 ديال البواد ولا 3 ولا 4 ديال البواد. هادشي راه ماشي معقول. اذا كانوا الناس راضين على هاد الحالات هادو، راه والله العظيم اقول رحمه الله على الناس ديال ورزازات، وخاصنا نصليو عليهم صلاه الجنازه. اذا حنايا جينا هنايا لا لشيء الا اننا نستنكروا الوضع ولا الوضعيه ديال الماء، ونقولوا للناس المسؤولين يا اما تنوضوا يا اما راه نحن هنا الى ان هذا الماء يتبدل. وحنايا راه غادي نعبئوا من اجل انها تكون تظاهره اكثر من هكا، وما غاديش نسكتوا عند هذا الحد هذا. هذه يلاه البدايه. تطلب من ان الكل انه يبقى في يتابع القضيه ديال الماء الى حين اصلاح الوضع، الى حين اصلاح الوضع، ويتصرف مياه اللي هي ديال الشرب ولا غير صالحه للشرب. ملي تتمشي تتقول ليه
واحد تيدافع على الناس ديال المكتب، قال لك خاصو الفحم المنشط. اشنا هو الفحم المنشط؟ تمشي تقلب كتبان لي الفحم المنشط راه خاصك ديروا الماء باش يلاه يولي غير كيدير شويه ديال البكتيريا الماء ديال الوضحه باش يتنقى. اذا ملي خاصو الفحم المنشط اذا الماء غير معالج من البدايه، كل ماء غير معالج تيتصرف منكم واليكم. ما بدون خلفيه سياسيه حنا جينا نحتجوا على هذا الماء. إلا عندنا إطارات سياسية ولا كلا فينا هما هاد الإطارات السياسية باش يعاونونا في هذا الشكل هذا؟ ما كاينينش. فينا الجمعيات فينا هي كذا، الناس شباب فيسبوك هو اللي خدا المبادرة كنحييه وحنا غادي نمشيو معاه ونشوفوا واش غادي نديروا اللي قدام. انطلاقا كنأكد على اللجنات ديال المتابعة. الحركة الجماهيرية تسخر أو تحول في اتجاه معين. حنا اللي تيهمنا هو أننا غادي نناضلوا من أجل واحد المطلب اجتماعي على مستوى كافة المطالب الاجتماعية اللي تهمنا في الإقليم واللي بغينا ناضل مرحبا به. إذا أنا باش تنقول باش نكونوا عمليين نتفقوا على أساس واحد النهار ودار دعوة ونشوفوا شي مقر أو شي فضاء عمومي اللي نأسسوا فيه تنسيقية. أنا تنقول تنسيقية إقليمية، راه ماشي مسألة فقط بتروح على مستوى المدينة، تروح على مستوى المدينة وعلى مستوى المناطق الأخرى. أنا تنشوف غير في سكورة راه حتى هاد الظاهرة ديال الكاميو تيضرب الماء وتيبيع للناس الماء، راه كاينة دواوير محرومه من الماء الصالح للشرب. يعني الناس خصهم يفيقوا الصباح يهزوا البواده يمشيو يقلبوا على الماء. اذا انا تنقول المساله خصها واحد التنسيقيه اقليميه ديال النضال من اجل الخدمات الاجتماعيه. انا هذا هو المقترح اللي تنطرح، هو دير تنسيقيه اقليميه من اجل النضال من اجل الخدمات الاجتماعيه وتسد عليها جميع الهيئات. وحنا اللي بغا يناضلوا في الشارع هذاك النضال ديال المقرات وكذا وكذا راه بين بلي انه ما عطاه والو. الان المفروض اننا ننزلوا للشارع وننزلوا للميادين العموميه وللساحات العموميه، ولكن خصنا نقدموا اكثر باش نشكلوا واحد القوه جماهيريه. هذاك الشيء ديال التعبئه ديال الفيسبوك والمواقع ديال التواصل الاجتماعي مهمه وعندها اهميتها، ولكن راه غير كافيه. يعني خصنا ننزلوا للاحياء وبالنداءات مكتوبه، راه ماشي كل شيء تيتواصل على مستوى الفيسبوك وكذا. خصنا نديروا تنسيقيه. وهذاك هذا الضحك على الطبيب، هذاك ماشي طبيب. مساله اخرى وبسيطه جدا اللي كيقول لك الماء صالح للشرب. لمن صالح للشرب؟ البقر، الخنازر، لمن بنادم راه ما صالحليش اكيد جدا، لان اي حاجه كتاكلها او كتشربها وكتعطيك واحد الضرر راه ما صالحاش لك الجسم ديالك. هذه كاع قاعده طبيه معروفه بسيطه جدا. لان اش كيصورك الطبيب؟ واش دراتك مصرن، واش درت لك لا دياري، واش هذاك الماء ما صالح للشرب. شحال هذه لاش ما صالح للشرب؟ لان الشعب ديالنا حنا هنا ولفوا فيه الرخاء والفوز كيستغلوه استغلال بشع. وهذه النقطه ما غنفصلش فيها بزاف لان الاخوان فصلوا فيها اعتقد على مساله ذاك الفحم المنشط الشرب الاكتيف اللي حنا كنخلصوه في الفاكتوره وما كيديروش. اتذكر هذه سنتين ملي كان الحراك على الماء، ربما كانوا معنا الشباب كيتذكروا اللي مشاو مع ذاك الاخ عصام المنطقه ديال التصفيه هزوا الفحم المنشط وداروه. رجع الماء مزيان لان من بين المواد اللي كيصفيو بها الماء عندنا في ورزات هو الشبه مسمومه بعدا تصوروا باش يقتلوا كاع لك الميكروبات تيعطيوها للمصارين باش خص على الاقل تكون التصفيه ديال لواحد المستوى. الدراري الفحم المنشط ما كيديروش انه قال لك التكاليف ديالو غاليه راه حنا اللي كنخلصوها، حنا كنخلصوها وكتهز ما كديرش. اذا واحد العدد ديال المسؤولين كنعرفوا على انهم هما ما كيشربوش براسهم الناس ديال الماء الصالح للشرب المكتب الوطني، ما كيشربوش الماء ديال الورزازات ما كيدوشوش به كما قالوا.